تفتكر ممكن تبدأ بيزنس اونلاين من غير بضاعة، من غير مخزن، من غير راس مال كبير، وتبيع لناس عمرك ما شفتهم وتكسب كمان منهم؟ اه، كل ده ممكن. وده اللي بنسميه الدروب شيبينج. وانا جاي النهاردة اشرح لك كل حاجة فيه خطوة بخطوة. لو بتفكر تبدأ بيزنس اونلاين لازم تكمل الفيديو ده للآخر. انا محمد نادي، وده اول درس في كورس الدروب شيبينج، واللي هنتكلم فيه عن ايه هو الدروب شيبينج وازاي تبدأ فيه وتحقق منه ارباح كويسة جدا جدا ان شاء الله، وكمان يبقى مصدر دخل اساسي ليك. قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية، ويا ريت كمان تسيب لنا كومنت يشجعنا على الاستمرارية في تقديم المحتوى لو شايف ان هو محتوى مفيد. في البداية هنقول الكورس ده مناسب لمين. الكورس ده هيكون مناسب إن شاء الله لأي حد عايز يبدأ بيزنس أونلاين من غير ما يخاطر بفلوس كتير، وهيكون كمان مناسب للطلبة اللي عايزين مصدر دخل إضافي، وكمان هيكون مناسب للموظفين اللي عايزين يزودوا دخلهم في حاجة جنب الشغل بمجهود ووقت قليل جدا. وأكيد طبعا هيكون مناسب لأي حد سمع عن الدروب شيبينج ومش عارف يبدأ منين. طيب تعالوا بقى ننتقل للمرحلة التانية، وهي ايه هو بقى الدروب شيبينج؟ الدروب شيبينج هو نوع من انواع التجارة الالكترونية. هشرحه لك الاول ببساطة كده وبالبلدي عشان بس ما تصعبش الموضوع على نفسك وتحس ان الموضوع كبير وتتخض من اسم الدروب شيبينج. الموضوع بسيط خالص وسهل جدا. لو فرضنا مثلا انك عايز تفتح محل لعب اطفال، اول حاجة هتعملها هي انك هتشوف فين الاماكن اللي بتبيع العاب الاطفال ديت بالجملة او باسعار رخيصة شوية، وهتروح تشتري منهم كميات، مثلا حوالي 20 أو 30 لعبة أطفال مختلفين، وممكن كمان بأسعار مختلفة. هتدفع فلوسهم وهتاخدهم بسعر الجملة. طيب وتاني حاجة، هتحتاج تحط عليهم مكسبك وتسعرهم بشكل كويس عشان تبدأ تعرضهم للبيع. فهتبدأ مثلا تحط عليهم مكسبك، وليكن مثلا هنقول إن أنت هتحط مكسب 30% على كل قطعة، وهتعرضهم وهتبدأ واحدة واحدة تبيعهم. إيه ده؟ لحظة كده، هو أنا هشتري وهدفع فلوس لبضاعة؟ يا عم بس صبرك بالله عليا. انت مش هتدفع ان شاء الله اي حاجة، ما تقلقش، هتدفع حاجات بسيطة بس عشان تكلفة الاعلانات. بس انا عايز اقولك ان نفس الكلام اللي عملناه في الليلة دي كلها هي نفس الكلام اللي هنعمله في الليلة بتاعة الدروب شيبينج، بس كل حاجة بتكون اونلاين، من غير بقى ما تروح ولا تشتري ولا تدفع اي حاجة خالص. ومش هتدفع اي حاجة في البداية الا لما تتعلم وتعرف هتشتغل ازاي. كل شغلك بيكون من البيت، من خلال اللابتوب بتاعك او من خلال التليفون، وانت قاعد في البيت ما بتتحركش ولا بتروح في اي مكان. وده لان الدروب شيبينج هو عبارة عن سيستم متكامل. السيستم ده بيكون عنده البضاعة اللي انت هتعرضها هو اللي مشتريها، او مش بمعنى ادق هو اللي مشتريها، لان دي بتكون بضاعة بتاع تجار تانيين هو بس بيعرضها لهم. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم ان هو عنده البضاعة او المنتجات اللي هو مخزنها، وهو كمان اللي بيشحنها ويوديها للزبون، وهو كمان اللي بيحصل الفلوس بتاعتك بما فيهم المكسب. طيب لما هو بيعمل كل ده انت دورك ايه؟ هتعمل ايه؟ انت دورك انك تعرف تختار المنتج اللي هيبيع معاك، وكمان تسوق له بشكل كويس، وتعرف كمان تحط عليه عمولة كويسة عن طريق شوية حاجات كده بتتحسب، هنحسبها مع بعض ونعرفها لك بتتحسب ازاي. طبعا كل ده عشان تحقق ربح كويس، وعشان تعرف تسوق بأقل تكلفة، عشان تعرف تكسب زي ما قلنا أكبر ربح ممكن. طيب انت هتعمل كل ده ازاي؟ وهتعرف ازاي المنتج اللي هيبيع معاك، وكمان ان المنتج ده يبقى عليه طلب ومطلوب في السوق؟ ده بقى اللي انا ان شاء الله هعلمه لك في الكورس ده. هعلمك ازاي تختار المنتج، وازاي كمان تبيعه وتعرضه ازاي في صفحة او موقع احترافي، وكمان هعلمك ازاي تحقق منه مبيعات وارباح. ومش هبقى ببالغ لو قلتلك انه ممكن يبقى مصدر دخلك الاساسي. وكمان مع بعض ان شاء الله هنتعلم ازاي تعرف تحسب انت هتسلم كام قطعة للزبون، وهيرجع لك منهم كام قطعة مرتجعات، لأن مش كل اللي أنت بتبعته أو مش كل الناس اللي بتطلب منك بتستلم الأوردرات، بيبقى فيه نسبة تأكيدات وبيبقى فيه نسبة للتسليمات. كل ده هنعرفه مع بعض. وكمان هنعرف إزاي تضيف فلوس المرتجعات دي على حساباتك وعمولتك وأنت بتبيع طبعا، لأن ممكن تكون بايع منتج وليكن مثلا المنتج ده سعره 100 جنيه، وأنت بتبيعه ب 200 جنيه، فمن وجهة نظرك إنك حاطط مكسب 100%، لكن تلاقي نفسك في الآخر خسران رغم إنك حاطط عمولة تقريبا الضعف. طب ليه؟
كل ده هنعرفه ونتعلمه مع بعض من خلال الكورس ده ان شاء الله. انا مش عايزك تستعجل، واحدة واحدة هنتعلم مع بعض كل حاجة. فاكيد بقى مش محتاج اقول لك، لو لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي في القناة وعملت لايك للفيديو، لازم حالا تنزل تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. ويا ريت كمان لو سبت لي كومنت تقول لي ايه رأيك في الشرح لحد دلوقتي، عشان لو في حاجة او استفسار نوضحه لك ان شاء الله بداية من الدروس اللي جاية، او لو في حاجة في الشرح عايزة تتظبط نظبطها ان شاء الله مع بعض. طيب نرجع بقى نكمل شرحنا تاني. احنا ليه بنركز على الدروب شيبينج في مصر؟ بالرغم ان عندنا في بعض المنصات تقدر تسوق من خلالهم في بلاد زي السعودية والامارات والمغرب وحتى ليبيا، ليه بقى احنا عاملين الكورس للدروب شيبينج في مصر بس؟ طيب الإجابة ببساطة لأنه بما إن الكورس ده معمول للمبتدئين فهيكون أفضل لمصر لعدة أسباب. أولها إن تكلفة الإعلانات في مصر بتكون أقل من دول الخليج، وده بيدي فرصة حلوة جدا للمبتدئين لأن المنافسة في السوق الخليجي بتكون عالية جدا جدا عن السوق المصري. فابدأ اتعلم كده في السوق المصري بفلوس قليلة، وبعد كده افهم الدنيا واعمل أرباح وفلوس، ولما تبقى متمكن شوية ومعاك رقم شوية تقدر تنافس بيه في السوق الخليجي تقلب بقى على السوق الخليجي، لأن هي بتكون نفس الطريقة ونفس الشغل. أهم حاجة طريقة تفكيرك أنت في الشغل هتبقى إزاي، وكمان أنت مع الوقت فكرك نفسه بيختلف وبتكتسب خبرة من خلال إن إيدك بتبقى ماشية في الشغل وفي المجال، أو حتى إنك تسيبك من الدروب شيبينج أصلا وتشتغل بقى في التجارة الإلكترونية أو الإي كوميرس. وده اللي أنا عملته، تبدأ أنت اللي تجيب المنتج وأنت اللي تسوق له. وده كان أول وأهم سبب. طيب وتاني سبب هو إن الجمهور المصري مختلف في طريقة الشراء وطريقة التفكير عن السوق الخليجي. الناس هنا في مصر بتحب تسأل كتير وممكن ما تشتريش غير لما تكلمك وتتأكد منك على الواتساب مثلا أو مكالمة تليفونية عشان تشتري وهي مطمنة وتتأكد إن أنت مش بتنصب عليهم. طبيعة السوق المصري إنه بيخاف شوية من الأونلاين، فلازم أنت تطمنه بمكالمة أو شوف إزاي هتطمنه وتطمنه بالطريقة اللي أنت عايز تطمنه بيها. وده لازم تتعلم وتتعامل معاه صح عشان تعرف تكسب منه كويس. ولو عرفت تتعامل مع السوق المصري هتكسب خبرات كويسة جدا جدا تأهلك إن شاء الله لأي سوق تاني، لأن أي سوق تاني بالنسبة للسوق المصري هيبقى سهل وبسيط. طيب وتالت حاجة، إن في شريحة كبيرة جدا جدا من الناس في مصر عايزة تبدأ مشروع أونلاين بس إمكانياتها محدودة شوية، يعني مش معاها ميزانية كبيرة، ودول اللي إحنا بنحاول نساعدهم وعاملين الكورس ده عشانهم. وإن شاء الله يبقى الكورس ده سبب في إن هم يزودوا دخلهم ويحسنوا حياتهم إن شاء الله. وده إن شاء الله هو أكبر هدف من الكورس، وده كمان اللي الدروب شيبينج نفسه بيوفره لهم، إنه تجارة من غير بضاعة ومن غير شحن ومن غير مغامرة بفلوس كتير. طيب في ناس كتير بنشوفهم بيشرحوا الدروب شيبينج العالمي في أمريكا وأوروبا والدول اللي هي بتكسب بالدولار دي، وإنهم بيعملوا 1000 و2000 و10000 دولار كمان في الشهر. فليه بقى ما نشتغلش في الدول دي زي الناس دي ونحقق أرباح بالدولار زيهم؟ وده لسببين. أولهم وأهمهم إن أنا شايف إن الدروب شيبينج في أوروبا فيه شبهة أو حرمانية، وده لأنه بيندرج تحت بيع ما لا تملك. وده طبعا من وجهة نظري، دي مش فتوى لأني مش أهل للفتوى دي، بس أنا شايف إنك بتحصل الفلوس الأول، أو أنا مش شايف هي دي طريقة الشغل في أوروبا، إنك بتحصل الفلوس الأول قبل ما المنتج يوصل للعميل. فأنت بتاخد فلوسك أو بتاخد الفلوس بتاعتك وبتاعت المنتج، وبعد كده بترجع تشتريه وتبعته للعميل. ده أعتقد والله أعلم إن في حرمانية بعد شوية بحث أنا عملتهم كده باجتهاد شخصي مش عن طريق دراسة أو علم. لكن في مصر أنت ما بتاخدش فلوس، أنت بتسوق للمنتج، ومنصة الدروب شيبينج نفسها هي اللي بتودي المنتج ده للعميل، وبعد كده هو اللي بيحصل، أو المنصة دي هي اللي بتحصل الفلوس وبعد كده بيديك عمولتك. لكن ما بيدكش عمولتك وما بيديلكش الفلوس قبل ما تشتري المنتج زي ما بيحصل في الدول الأوروبية. وده برضو الله أعلم، أنا بقرر ان انا مش شيخ ودي مش فتوى، وانا مش اهل للفتوى دي. ممكن اللي عايز يشتغل في الدول الاوروبيه يرجع ويتحرى ويسال اهل العلم في الموضوع ده. طيب ده السبب الاول. ايه بقى السبب التاني؟ هو انك عشان تاخد فلوسك وتشتغل دروب شيبينج في الدول الاوروبيه محتاج انك تفتح شركه في دول اوروبيه، وبتعمل بقى ملفات ضرائب وبوابات دفع وقصص وحوارات كبيره كده محتاجه ميزانيه كبيره في الاول. انا شايف من وجهه نظري من 1000 ل 2000 دولار، واحنا قلنا ان ده مش الهدف من الكورس في البدايه. الكورس ده معمول لمساعده المبتدئين اللي معاهم ميزانيه محدوده ومحتاجين دخل اضافي، فمش هتروح تقول له في الاول كده ادفع 1000 ولا 2000 دولار. طيب في سؤال دايما بيتكرر، هل ينفع ابدا ابيع من غير اعلانات؟ بص يا سيدي، الموضوع طبعا ينفع بس مش بالساهل،
يعني ممكن تبدأ تجيب زيارات وترافيك مجاني مثلا من التيك توك، لو عملت فيديوهات مثلا بشكل مستمر على التيك توك ومنتجات كويسة وحلوة للمنتج اللي انت بتبيعه، وتعمل مثلا ريلز على انستجرام وفيسبوك، او حتى جروبات على فيسبوك فيها ناس مهتمة بالنيتش بتاعك او بالمنتج بتاعك او بالتخصص بتاعك اللي انت بتبيعه، او مثلا تعمل موقع في جوجل لو اشتغلت شوية على حاجة اسمها الاس سي او. بس خليني اتكلم معاك بصراحة عشان ما بقاش بخدعك واديك جرعة حماس واقول لك ينفع، وتجري تعمل فيديوهات وتفضل تعمل في فيديوهات وفي الاخر ما تلاقيش نتيجة ترضيك. الطريقة دي بتكون محتاجة وقت ومحتوى مستمر وصبر وصبر وصبر. افضل قول صبر من هنا لحد بكرة. لكن لو عايز نتائج سريعة، الاعلانات المدفوعة هتكون افضل ليك حتى لو بدأت بمبلغ قليل، وليكن مثلا من وجهة نظري 500 جنيه او 1000 جنيه في الاول. واحدة واحدة هتبدأ تدور فلوسك دي في دورة راس مال. يعني ايه دورة راس مال؟ يعني بتعمل اعلان بيجيب لك مبيعات، ترجع الفلوس بمكسبها تدخلها في اعلان تاني يجيب لك ارباح تاني، وهكذا. دي كده اسمها دورة راس مال. الفلوس عمالة تروح وتيجي، بس بتيجي بمكسب وبأرباح، وبتيجي ازيد من ما انت بتدفعها. زي ما بيقولوا كده الفلوس بتبدأ تجيب فلوس، والفلوس واحدة واحدة هتبدأ ان شاء الله تكبر معاك من خلال ربحك في دورة راس المال دي. وهتبدأ من غير ما تحس راس مالك يكبر، وهتبدأ تبص ان انت بتكسب وبتحقق ارباح. طيب ايه هي انواع الاعلانات اللي ممكن تستخدمها؟ اول نوع واشهرهم هي اعلانات الفيسبوك والانستجرام، ودي اللي اغلب الناس بتبدأ بيها، وسهل تتعلمها، ونتائجها بتكون كويسة جدا جدا في مصر. وخلي بالك انا بقول هنا في مصر، لان كل دولة من دول الخليج بيكون ليها منصة مختلفة بتتعامل معاها في الاعلانات. عندك مثلا السعودية الافضل بيكون التيك توك والسناب شات، مش الفيسبوك خالص. فلازم تعرف الدولة اللي انت هتشتغل فيها هم مهتمين بأنهي منصة أكتر، وتبدأ تشتغل عليها وتعمل عليها إعلانات. طيب تعالوا نرجع تاني لمصر والفيسبوك. ودي بيكون فيها الإعلانات على الفيسبوك نوعين. حاجة بتكون شهيرة جدا جدا وأغلب الناس شغالة بيها، وهي إعلانات الرسائل. وكمان في حاجة تاني اسمها إعلانات الكونفرجن أو التحويلات. ولازم يبقى عندنا في إعلان الكونفرجن ده متجر إلكتروني عشان يتم التحويل عليه. انت بيكون من خلال لينك بتدوس عليه فبيبدأ العميل يتحول للمتجر بتاعك. طيب هنجيب متجر الكتروني اصلا منين؟ عندنا في منصات كتير اشهرهم في مصر ايزي اوردر، وعندنا كمان في يو كان، وفي وورد بريس او وو كوميرس. وما تقلقش من المسميات، كل ده ان شاء الله هعلمه لك في الكورس بتاعنا ده ان شاء الله. هعرفك ازاي تعمل متجر الكتروني على كل منصة من المنصات دي، وهقول لك ايه مميزات وعيوب كل منصة فيهم، وتشتغل على ايه وما تشتغلش على ايه. وطبعا مش هفكرك تاني، لازم تنزل تشترك في القناة، لانك لو وصلت لحد هنا اعتقد انك خلاص عملت بقى اشتراك، مش محتاج ان انا افكرك. وكمان لو سبت لي لايك وكومنت تسلم على الواجب اللي انت عملته معايا. طيب وتاني نوع من انواع الاعلانات وهو اعلانات التيك توك، ودي بتكون فعالة اكتر مع المنتجات الشبابية او الحاجات اللي فيها ترند، او زي ما قلنا طبعا في دول الخليج. وهنتعلم برضو ان شاء الله مع بعض ازاي نعمل اعلانات على التيك توك. انا مش عايزك تقلق خالص من كل اللي اتشرح النهارده، وعايزك تطول بالك عليا واشرح لك كل حاجه ان شاء الله بالتفصيل الممل. طيب نكتفي النهارده بالقدر ده عشان لسه اول درس بس، وما نطولش عليكم اكتر من كده. ان شاء الله كل اسبوع هنزل درس من الكورس ده. مش هقدر للاسف احدد يوم معين دلوقتي انه هينزل في يوم ايه عشان بس ما اخلفش وعد معاكم. بس انا هيكون ان شاء الله كل اسبوع في درس ان شاء الله، من كورس الدروب شيبينج ودرس من كورس التسويق الالكتروني، لحد ما اعرف اظبط يوم محدد ونثبت فيه المواعيد للفيديوهات ان شاء الله. لو وصلت لحد هنا فانت ناوي تبدأ بجد، وده هيكون اول خطوة ليك في النجاح وفي زيادة دخلك ان شاء الله. يا ريت بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي. وطبعا فعل زر الجرس عشان يوصلك كل دروسنا اللي جاية اول باول. ويا ريت كمان تكتب لي في الكومنتات لو عندك اي سؤال عن اي حاجة في الدروب شيبينج او اي حاجة في التسويق الالكتروني، او لو حابب مثلا ان نشرح نقطة معينة بشكل اوسع في فيديو منفصل لوحدها. استناني ان شاء الله في الدروس اللي جاية واللي هنتكلم فيها عن كل حاجة تخص الدروب شيبينج في مصر. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.